السلام عليكم الإخوة والأخوات في هذا الفيديو. إذا اليوم إن شاء الله غادي نابوردي واحد الموضوع اللي هو موضوع ديال الساعة، موضوع مهم جدا بالنسبة للملايين ديال المغاربة. وأنا كنوزن هذه الكلمة هذه اللي تنقول ملي تنقول ملايين راه ملايين اللي معنيين بهذا الموضوع هذا ديال الدعم الاجتماعي المباشر. إذا إن شاء الله غادي يكون عندنا واحد السلسلة ديال الفيديوهات اللي غادي ندوي على هذا الموضوع، ولكن ضروري أنه في هذا الفيديو الأول إذا نتعرفوا على 4 ديال النقاط أساسية اللي غادي نشوفوا إن شاء الله، واللي هي أولا شنو هو المعنى ديال هذا النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر. نتعرفوا عليه شنو هو المعنى ديالو، كيفاش شنو هو السياق فاش جا، شنو هو أهم التفاصيل ديالو. ثاني حاجة غادي نبداو ندخلوا في الصلب ديال الموضوع، شكون هما الفئات المستفيدة، الناس اللي يقدروا يستافدوا من هذا النظام هذا. ثالث حاجة غادي نشوفوا شنو هما الإعانات اللي كاينين في هذا الدعم الاجتماعي المباشر، لأنه ما كاينش غير شكل واحد ديال الدعم، إذا كاينين أشكال مختلفة، إذا غادي نشوفوها كذلك في هذا الفيديو. وآخر حاجة ونقدر نقول باللي راه هي أهم حاجة، هي شنو هي الشروط ديال الاستفادة. وغادي تشوفوا معايا إن شاء الله، ولا غادي نعطيكم العتبة ديال الاستحقاق اللي كتمكن الناس من أنهم يستافدوا من هذا الدعم هذا. إذا لأنه كاين واحد المجموعة ديال المغالطات أترافيغ لي ريزو سوسيو، كنشوف وكنتبع أنه كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي كيعطيو واحد المغالطات. إذا خاصة بالنسبة لهاد العتبة هذه كاين فيها واحد المجموعة ديال الخلط. إذا إن شاء الله غادي تشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا شنو هي العتبة الصحيحة اللي كتمكن الناس من أنهم يستافدوا من هذا الدعم الاجتماعي المباشر. إذا على بركة الله، إذا شنو هو هذا النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر؟ إذا نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو واحد البرنامج وطني كيهدف لتحسين الوضع المعيشي للأسر اللي عندها أولاد في سن التمدرس، أولا اللي كتوجد في وضعية هشاشة، واللي ما كتستافد حاليا من حتى شي تعويض عائلي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. علاش كيهدف هذا النظام الدعم الاجتماعي المباشر؟ اذا كيهدف لدعم القدره الشرائيه ديال هاد الاسر هادو اللي حنا يلاه دوينا عليهم، بحيث ان هاد الاسر المستهدفه غادي تلقى دعم اجتماعي شهري، اذا كيختلف حسب التركيبه ديال كل اسره والوضعيه ديال الافراد ديالها، دون ان يقل هذا الدعم هذا عن 500 درهم شهريا كحد ادنى. اذا اقل مونطون غادي يشدو هاد الاسر المعنيه فهو 500 درهم. ما كاينش شي اسره اللي غادي يكون عندها الشروط باش تستافد من هذا الدعم هذا اللي غادي تشد قل من 500 درهم. وبالحديث على الشروط اللي كتمكننا من الاستفاده من هذا النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر، فكيف ما غادي نشوفوا من بعد، فمن ابرز هذه الشروط الاستجابه للعتبه على اساس تنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU. وفي هذا الاطار هذا راه غادي يتم الشروع في الصرف ديال اولى الاعانات ابتداء من نهايه شهر دجنبر 2023. اذا الناس اللي غادي يكونوا ابت باش يستافدوا من هذا النظام هذا واللي غادي يدفعوا غادي الامور ديالهم غادي تكون على ما يرام وغادي يتقبلوا باش يستافدوا، فراه غادي يبداو اولا غادي يبداو يدوزوا لهم دوك الاعانات ابتداء من لافان ديال دجنبر 2023. اذا هذا باقتضاب تعريف مبسط لهذا النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر. اذا دابا غادي ندوزو نشوفوا شكون هما الفئات اللي غادي تستافد من هذا النظام هذا. اذا هذا النظام هذا كيستهدف الاسر اللي ما كتستافد حاليا من حتى شي تعويضات عائليه وفق النصوص التشريعيه والتنظيميه الجاري بها العمل، وخاصه الاسر اللي عندها وليدات مازال ما بلغوش السن ديال 21 سنه، اولا الاسر اللي ما عندهاش وليدات. اذا كما قلنا الاسر اللي عندها وليدات مازال ما وصلوش 21 عام، والاسر اللي ما عندهمش الوليدات حتى هما معنيين بهذا البرنامج هذا. وكذلك راه معني بهذا البرنامج هذا هذيك الاسر اللي عندها وليدات عندهم اكثر من 21 سنه، ولكن هاد الاسر كتكون في واحد الوضعيه ديال الهشاشه. اذا فهاد الاسر هادو حتى هما راه كيكونوا معنيين وممكن انهم يدفعوا باش يستافدوا من هذا البرنامج هذا.
إذا فوالا هادو الفئات اللي ممكن أنها تستافد. يعني كخلاصة، الأسر اللي عندها وليدات عندهم أقل من 21 عام، الأسر اللي ما عندهاش الوليدات حتى هي ممكن أنها تستافد، والأسر اللي عندها وليدات مثلا كبار فات 21 عام ولكن قلنا الوضعية ديالهم هي وضعية هشة. دابا غادي ندوزو نشوفو شنا هما هاد الإعانات هادو ديال الدعم الاجتماعي المباشر، لأنه كاينين أنواع. إذا النوع الأول وهو إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة. إذا فهاد الإعانات ديال الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، إذا كاينين جوج ديال الأنواع. إذا كاين النوع الأول اللي هو المنحة الشهرية، وكاين النوع الثاني اللي هو المنحة ديال الولادة. إذا غادي نبدا بالمنحة ديال الولادة لأنه الأمور فيها واضحة وما غاديش تطلب منا واحد الوقت بزاف باش ندويو عليها. إذا كتمنح هاد المنحة ديال الولادة دفعة واحدة لكل أسرة مستهدفة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، بصرف النظر على عدد المواليد الجدد بكل ولادة. والقيمة ديالها ديال هاد المنحة هذه هي 2000 درهم بالنسبة للولادة الأولى، و1000 درهم بالنسبة للولادة الثانية. إذا أي أسرة مستهدفة معنية بهذا النظام هذا، إذا بالنسبة للولادة الأولى إذا كتاخد 2000 درهم، بالنسبة للولادة الثانية كتاخد 1000 درهم، بغض النظر على العدد ديال الوليدات اللي تزادوا. إذا تزاد عندك وليد واحد في الولادة الأولى راك كتاخد 2000 درهم، تزادوا عندك مثلا توام راه نفس الشيء، راه ماشي زعما على حسب العدد ديال الوليدات اللي تزادوا عندك. إذا واخا تزادوا عندك توام جوج ولا ثلاثة، فراه بالنسبة للولادة الأولى راك كتشد 2000 درهم دفعة واحدة، وبالنسبة للولادة الثانية القيمة ديال هذه المنحة هذه فهي 1000 درهم. إذا غادي ندوزو النوع الثاني ديال الإعانات اللي كتدخل في هذا الإطار هذا ديال الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، واللي هي المنحة الشهرية. إذا لما كتمنح هاد المنحة الشهرية فكتمنح الأسرة عن كل ولد اللي ما عندوش 21 عام في حدود 6 ديال الوليدات. إذا ركزوا معايا مزيان، كتمنح لكل أسرة مستهدفة بهذا النظام هذا على كل وليد مازال ما عندوش 21 عام، إذا في حدود 6 ديال الوليدات. إذا ما نقدروش في هذا النظام هذا نعطيو الولد السابع أو الثامن أو لا أكثر من ذلك، اللهم بارك. إذا كيتحدد المبلغ ديال هاد المنحة الشهرية حسب السن ديال الولد والمتابعة ديال الدراسة ديالو، وكتستمر الأسرة حتى كيبلغ الوليد 21 عام في الاستفادة من هاد المنحة هذه. وواحد الملاحظة أساسية لابد أنني نشير لها كتعلق بالوليدات في وضعية إعاقة والوليدات اليتامى من جهة الأب، فراه كيتمنح ايضا الاسر اللي عندها هاد الوليدات هادو بصرف النظر على عدد الوليدات دعم تكميلي عن كل ولد في وضعية إعاقة وعن كل ولد يتيم من جهة الأب في حدود 3 ديال الوليدات. إذا هاد الأسر هادو اللي في هاد الوضعية هادي وعندهم هاد الوليدات هادو فراه كيتمنحهم هاد الدعم التكميلي. وملاحظة أساسية كذلك لا بد كذلك من أنني نشير لها هي أنه راه كيتستثنى من شرط السن الولد في وضعية إعاقة عندما تكون الأم الحاضنة أرملة. إذا بالنسبة لهاد الحالة هذه فراه ما كنبقاوش كنتحدثوا على أنه راه داك الدعم راه كيتحبس في السن ديال 21 سنة. إذا هنا غادي نتحدث بواحد الشكل اللي هو دقيق على القيمة ديال هاد المنحة الشهرية. إذا لاحظوا معايا مزيان، إذا بالنسبة للأولاد من 0 حتى ل5 سنوات ومن 6 إلى 21 سنة الممدرسين زعما اللي كيمشيو المدرسة، إذا من الولد الأول حتى للثالث إذا 200 درهم عن كل ولد ابتداء من ديسمبر 2023، 250 درهم على كل ولد ابتداء من سنة 2025، 300 درهم على كل ولد ابتداء من سنة 2026. ومن الولد الرابع حتى للسادس فكيكون عندنا 36 درهم على كل ولد. إذا ندوزو الكاتيجوري الأخرى وهي الأولاد من 6 حتى ل 21 سنة غير الممدرسين. إذا من الولد الأول حتى للثالث 150 درهم على كل ولد ابتداء من ديسمبر 2023، 175 درهم على كل ولد ابتداء من سنة 2025، 200 درهم على كل ولد ابتداء من سنة 2026. ومن الولد الرابع حتى للسادس 24 درهم على كل ولد. بالنسبة للأرملة الحاضنة لولد من الولد الأول حتى للثالث فالقيمة ديال المنحة الشهرية هي 350 درهم عن كل ولد ابتداء من ديسمبر 2023، 375 درهم عن كل ولد
ابتداء من سنة 2025، و400 درهم عن كل ولد ابتداء من سنة 2026. ومن الولد الرابع حتى السادس فكتكون عندنا 36 درهم عن كل ولد. وكيف ما كنت شرت سابقا فراه كيكون عندنا واحد الدعم تكميلي بالنسبه للوليدات في وضعيه اعاقه، واللي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا فالقيمه ديالو هي 100 درهم اضافيه للأولاد في وضعية إعاقة سواء كانوا ممدرسين أم لا. وكنعاود نذكر باللي راه الأسر المستهدفة راه غادي تلقى دعم اجتماعي شهري كيختلف حسب التركيبة ديال كل أسرة والوضعية ديال الأفراد ديالها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى. إذا ما كايناش الأسرة المستهدفة بهذا الدعم هذا اللي غادي تشد قل من 500 درهم شهريا. إذا بعد ما شفنا دابا إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة اللي كما شفنا دابا فيها جوج، فيها المنحة الشهرية وفيها المنحة ديال الولادة، غادي ندوزو دابا نشوفو الإعانة الجزافية. إذا شنو هو المعنى ديال هذه الإعانة الجزافية؟ إذا الإعانة الجزافية كتمنح الأسر اللي ما عندهاش وليدات، أولا هذيك الأسر اللي عندها وليدات العمر ديالهم فوق 21 سنة، بحيث هذه الأسر هذه كتستافد من 500 درهم شهريا. إذا الأسر اللي ما عندهاش وليدات أو الأسر اللي الوليدات ديالها تبارك الله راه فاتوا 21 سنة فكتجيهم 500 درهم شهريا. إذا فوالا هادو هما الإعانات اللي كاينين في هذا البرنامج ديال الدعم الاجتماعي المباشر. غادي ندوزو دابا لآخر نقطة في هذا الفيديو هذا، واللي هي نقطة من الأهمية بمكان، واللي هي شنو هما الشروط ديال الاستفادة من هذا البرنامج هذا. إذا الشروط المطلوبة وهي أولا أن يكون رب الأسرة والأفراد ديالها المعنيون بالإعانات مغاربة مقيمين في المغرب. الشرط الثاني أن يكونوا مقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد RSU. والشرط الثالث أن تستجيب الأسرة لعتبة الاستحقاق من خلال التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU. هاد العتبة هادي اللي كيف ما قلت لكم أنا في هذا الفيديو هذا غادي نعطيكم العتبة الصحيحة. إذن هاد العتبة اللي هي 9.7430001. نقدر نقول لكم 9.74. إذا بغينا نبسطوا الأمور 9.74، ولكن إلا بغينا نعطيوها بالتدقيق فالعتبة اللي ما خاصش يكون الإنسان فايتها هي 9.743001 كيف ما كتشوفوا أمامكم على الشاشة. واحد الملاحظة أساسية هنايا وهي أنه هاد الشروط اللي يلاه ذكرت دابا فراه هي كتنطبق على الناس اللي بغاو يستافدوا من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة اللي كيف ما قلنا هي المنحة ديال الولادة والمنحة الشهرية، وكتنطبق كذلك على الناس اللي بغاو يستافدوا من الإعانة الجزافية. غير هو كيف ما شفنا سابقا راه الناس اللي بغاو يستافدوا من الإعانة الجزافية فراه خاص ما يكونش عندهم وليدات، أولا إلا كانوا عندهم وليدات يكونوا فايتين 21 سنة. إذا فوالا الإخوة والأخوات، إذا كنظن بأنه رحنا شفنا في هذا الفيديو هذا كل ما يتعلق بهذا النظام ديال الدعم الاجتماعي المباشر. إذا شفنا شنو هو هذا النظام هذا، درنا واحد التعريف مقتضب. الناس اللي معنيين اللي يقدروا يستافدوا من هذا النظام، شنو هما النوع ديال الإعانات اللي كاينين في هذا النظام هذا، وشنو هما الشروط ديال الاستفادة. إذا تيبان لي بأنه راه أي واحد تفرج في هذا الفيديو دابا فراه عنده جميع المعطيات المتعلقة بهذا النظام. إذا الناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو هذا وشافوا اللي راهم معنيين بهذا النظام هذا ديال الدعم الاجتماعي المباشر، فالفيديو القادم إن شاء الله غادي نشوفوا المرحلة الموالية. إذا بعد ما شفتي راسك عرفتي شنو هو هذا النظام، شفتي بأنه راك معني، شفتي شنو هما الأنواع ديال الدعم والشروط ديال الاستفادة، فضروري أنه دوز المرحلة الموالية، واللي هي أنك كدير هذاك الطلب ديال الاستفادة من هذا الدعم هذا. إذا كيفاش ممكن أننا نديروا هذا الطلب هذا، شنو هو خصنا نديروا باش نشدوا هذا الدعم هذا. إذا هذا الشيء اللي غادي نشوفوه في الفيديو القادم إن شاء الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.